انتوا عارفين مين اكتر حد مستفيد بجد من موضوع كلود ده؟ هتلاقيهم هم المبرمجين والتك تيمز. يعني ببساطه لو شغلك معقد وبتبني انظمه معقده، كلود هيساعدك تبني الانفراستراكشر والكود بيز بتاعك، وتحط تيست كيسز، وتحط الاستراكشر المناسب للكود بتاعك. كمان الناس بتوع صناعه المحتوى، الناس اللي بتكتب كوبيز طويله شويه، سكريبتات وارتكلز طويله، كمان الناس اللي شغالين في الريسيرش والاناليسيز والريبورتس، محتاج ان هو يدي فايل فيه 50 60 صفحه والاي اي يلخصه ويطلع له الخلاصه بتاعته من غير ما يهلوس ومن غير ما ينسى حاجه ويسقط حاجه من الفايل اللي اتبعت. في الحاله دي هتلاقي كلود بيديك بيرفورمانس كويس قوي. انما بقى لو استخدامك عادي وسريع وتاسكاتك خفيفه، فالاي اي اللي موجود سواء جيميناي، شات جي بي تي، وات ايفر التول اللي انت بتستخدمها، هيكون كافي ويديك اكتر من اللي انت محتاجه اصلا. عموما استخدامك للاي اي هو استثمار في وقت، في انك تفهم شغلك محتاج ايه، وبعدها التول هي اللي هتخدمك مش انت اللي هتجري وراها. فقول لنا في الكومنتس انت بتستخدم ايه من الاي اي تولز.